عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من حلقات مطبخ أسماء. سلمى. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة حاجة لذيذة كده وحلوة وبسيطة، تنفع في الصيف وتنفع في الشتاء. هنعمل كيكة الرواني، حاجة كده بين الكيكة وبين البسبوسة. هنشوف مع بعض بقى إن شاء الله النهاردة المقادير إيه. هنعمل الأول كيكة الرواني ديت شربات. فدي مقادير الشربات بقى: 3 كوبايات سكر، 3 كوبايات مية، ونص ليمونة، ومعانا كوبايه سكر برضه تانية عايزاها محتاجاها في الكيكه وانا بعملها. كوبايه زبادي، نص كوبايه جوز الهند، نص كوبايه زيت، اي نوع زيت بقى، زيت زيتون، زيت ذره، زيت عباد، اي زيت عندك في البيت بتمشي بجميع انواع الزيوت. دي كوبايه دقيق، ودي كوبايه سميد، ومعايا 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه، وعليهم معلقه فانيليا. هنبدا مع بعض بقى ان شاء الله. نشوف هوريكم دلوقتي هنعمل ايه. بصي يا سلمى، تعالي قربي مني يلا عشان تضربي. هضرب البيض. هي مش محتاجة مضرب، ممكن نشتغل بالمضرب اليدوي العادي ده. نضرب البيض بالفانيليا خالص كده عشان يبقى ريحته حلوة. تعالي يا سلمى اضربي. اضربي اضربي بالراحة كده، امسكي واضربي بالراحة. ده هنضرب البيض خالص لغاية ما يتخفق. هي بسيطة وسهلة، كل المكونات هنحطها على بعضها دلوقتي. هي ناقص المكونات دي بس معلقة بيكنج باودر، يعني كل المكونات اللي معانا ديت، وهنزود واحنا بنضيف الدقيق والسميد هنحط لها معلقه بيكنج باودر. نضرب البيض كويس. مش محتاجه مضرب كهرباء، احنا ممكن نعملها بالمضرب العادي ده. هاتيلي السكر يا سلمى. ضيفي لي السكر واحده واحده. هنضيف السكر بقى على البيض، نقلبه كويس قوي لحد ما يدوب. ده سكر خشن شويه، محتاج شويه تقليب. ايوه حطي يا سلمى، حطي كمان. شاطره جدا. على سلمى بقى ما تقلب المكونات كويس وتمزجها ببعضها، هكون انا حطيت الشربات عشان نخلص بسرعه ما يبقاش عندنا تسخين. هنعمل الشربات بقى. دول 3 كوبايات سكر، هحطهم في حله كده، عليهم 3 كوبايات ميه. هسيبهم بقى لحد ما يوصل لمرحله الغليان كده، واحط نص الليمون. هسيبهم 10 دقايق على النار على ما اكون انا خلصت حاجات الرواني. احط الليمون. دلوقتي بقى سلمى قلبت البيض مع السكر مع الفانيليا لحد ما وصل للقوام ده، والسكر داب خالص. انا عايزاها كده. قلبي يا سلمى فتره. احط بقى كوبايه الزبادي بالراحه كده. ايوه بالراحه يا سلمى. شاطره، برافو عليكي. قلب عنك شويه عشان عارفه ان انتي تعبتي. لا. هحط نص كوبايه الزيت، هضيفها برضو. اي نوع زيت بقى زي ما قلنا، زيت زيتون، زيت ذره، زيت عباد، اي نوع زيت. المهم ما يبقاش ليه ريحه، يعني زيت الزيتون ما يبقاش ليه ريحه. نقلب كويس. انت هربتي ولا ايه؟ سوا. دلوقتي بقى هضيف نص كوبايه جوز الهند. قلبي كويس يا سلمى، شاطره، واحده واحده. برافو عليكي. ايوه شطوره. شاطره يا سلمى، انت بتتعاملي معايا كل يوم بصراحه. برافو عليكي. يلا قلبي. دلوقتي بقى هضيف كوبايه السميد. دي كوبايه انا معايراها، احطها في الطبق. يلا يا سلمى قلبي.
ايوه شاطره، برافو عليكي، برافو يا سلمى. دي الرواني اللي بتحبيها، لازم تعمليها بايدك عشان تشوفي بتتعمل ازاي. مهم. نقلب، قلب عنك شويه. ودي كوبايه دقيق بقى، حطيت عليها معلقه بيكنج باودر. هبدا اضيف بقى الدقيق مع البيكنج باودر كده واحده واحده. وده بقى الشكل النهائي لكيكه الرواني. عايزاها كده القوام ده، مش عايزاها لا تخينه قوي ولا رفيعه قوي. المقادير اللي انا عاملاها دي تكفي صينيه 22 في 22، او اي صينيه عندك براحتك، سرفيز طويل، صينيه مدوره، اللي يريحك زي ما انت عايزه. ده القوام بتاعها. هضيف له بقى الليمونه، نص ليمونه. 10 دقايق بالظبط الشربات على النار ونزله، انا مش عايزاه يتقل قوي يعني، وسط كده 10 دقايق بس. اسيبه بقى كده وادخل الصينيه في الفرن. ده شكل الشربات بتاعنا بقى بعد 10 دقايق لما سبته على النار يغلي. انا بحب احط عليه معلقه عسل نحل. معلقه العسل دي اختياري، عايزه تحطي معلقه عسل نحل ماشي، مش عايزه تحطي براحتك. انا بحب احط عليه معلقه عسل نحل، بتدي لمعه كده. العسل يدوب بس، وهقفل عليه خلاص واسيبه يبرد بقى على ما الرواني تستوي. الصينيه بتاعتنا بعد ما طلعت من التسويه، هحط لها الشربات بقى. الشربات بارد، لازم حاجه فيهم تكون سخنه والتاني بارد. الشربات بارد، انا بحب احطها كده من غير تقطيع. ده بقى شكل الصينيه كده بعد ما حطيت لها الشربات. زوقتها بشويه جوز الهند، معايا لوز كده هحطه عليها برضو، سلمى بتحب اللوز مع الرواني. صح يا سلمى؟ انتي قاعده طبعا مستنيه الرواني دي، بتموت فيها. شكل القطعه بتاعتنا كده بعد ما طلعت، شايفين عامله ازاي؟ كيكه كده، وفي نفس الوقت ريحه البسبوسه فيها جميله ازاي. هندوق سلمى بقى، هي سلمى طبعا مستنياها. دوقي يا سلمى. لو عجبتكم الوصفه بتاعتنا النهارده، يا ريت ما تنسوناش باعجاب ومشاركه واشتراك في القناه. نتقابل على خير ان شاء الله. باي.